السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكل سريع كده هنتكلم على السليفري جلاند. عندنا السليفري جلاند بيتقسموا لنوعين: ميجور سليفري جلاند اللي هم الباروتيد جلاند، السبمنديبولار جلاند، والسبلينجوال جلاند، والماينور سليفري جلاند. يبقى احنا عندنا ميجور وماينور. الماينور 800 ده عددهم، وديستريبيوتد في اماكن كتيره قوي في الاورال كافيتي او في اللارynx او في البارانيزال ساينس. ولكن المهم ان هم مش موجودين فين، مش موجودين في الجنجفة وفي الانتيريور بورشن اوف الهارد بلد والانتيريور بورشن اوف الهارد بلد. وده المهم ان هم موجودين في اماكن كتير ولكن مش موجودين في الجنجفة والانتيريور بورشن بتاع الهارد بلد. طب هم مهمين طبعا لان هم بيفرزوا 10% من التوتال ساليفري فوليوم. هنبدا نتكلم على جلاند من الميجور ساليفري جلاند اللي هم الباروتيد والسبمنديبولار والسبلينجوال. اول واحده الباروتيد جلاند اللي هي اللارجست ساليفري جلاند. موجوده فين؟ موجوده بيلو الاوسكيتياس ميتاس او الاك موجوده بيلو الاكوتياس ميتاس، اكوتياس اكوستيك، موجوده بيلو الاكوستيك ميتاس ما بين الريمس اوف المانديبل والاسترنوماستويد ماسل. وجودها ده مهم او مكانها ده مهم علشان هنتكلم عليه في الباروتيد سويلنج، ولكن هي موجوده فوق المسيتر ماسل وفوق منها بقى الايه السوبرفيشال فاشيا او السوبرفيشال ليها الباروتيد فاشيا. يبقى انت لو داخل من السكن كده هتلاقي قدام منك اول حاجه الباروتيد فاشيا وبعدين الباروتيد جلاند وبعدين المسيتر. طيب ايه هو بقى موضوع الباروتيد سويلنج ده؟ الباروتيد سويلنج بيكون موجود بيلو بيهايند ان فرونت اوف الاير لوبيول علشان مكانها، ده مكانها لما هتنتفخ هترفع الودن لفوق كده. او هو بيقول لك هنا ان هي هتوبليتريت النورمال هالو بيلو الاير لوبيول. يعني انت لو تحط صبعك تحت ودنك كده هتلاقي حته نظام ديبريشن كده، حته منخفضه كده. هي هتعمل ايه؟ هي هتعمل له اوبليتريشن، هتسد المكان ده. تمام. طيب ايه هي الاجزاء بتاعه الباروتيد جلاند؟ عندنا سوبرفيشال بارت وعندنا ديب بارت وعندنا الضغط بتاعتها. اول حاجه السوبرفيشال بارت ده بيمثل 80% من الجلاند، موجود فوق البوستيريور بارت بتاع الريمس بتاع المانديبل فوق المسيتر. الديب بارت موجود بيهايند ورا المانديبل. تمام. قال لك الديب بارت مع ريليشن للماستويد والستايلويد بروسيس، وده مش مهمه المعلومه دي. هنتكلم على الباروتيد داكت او الستنسون داكت. الستنسون داكت طولها 5 سم، طالعه من الانتيريور سيرفيس بتاع السوبرفيشال بارت زي ما هو واضح كده اهو، طالعه من هنا الانتيريور سيرفيس بتاع السوبرفيشال بارت، ماشيه على المسيتر وبتعدي بتخرم الباكسينيتور ماسل وبتبدا تطلع في الاورال كافيتي، او بتكون اوبوزيت لمين في الاورال كافيتي؟ اوبوزيت الابر سكند مولر. يبقى زي ما قلنا طولها 5 سم، نحفظ مع بعض طولها 5 سم، بتطلع من الانتيريور سيرفيس، بتجري على المسيتر ماسل، بتخرم الباكسينيتور ماسل، تطلع في الاورال كافيتي اوبوزيت الابر سكند مولر. تمام زي الفل. قال لك الضغط 1 سم تحت الزيجوماتيك ارش، مش مهم. قال لك علشان تعمل لها دايجنوزس، علشان تعمل للضغط دي دايجنوزس هتعمل لها دايجنوزس بطريقه البالبيشن او الباي ديجيتال بالبيشن. الباي ديجيتال هيكون عن طريق الصبعين كده، هتدخل صبع جوه بق المريض وصبع بيكون من بره، الاندكس فينجر انسايد الماوس والثمب اوتسايد الماوس، ولما تحطه هتخليه يفتح بقه وتبدا تحط صبعه كده ما بين التشيكس وما بين التيس وتبدا تخليه يقفل سنانه، لان هي فيلتد ديورنج ايه؟ هي فيلتد ديورنج الكلينشنج على التيس. تاني هي فيلتد ديورنج كلينشنج على التيس. يبقى انت هتحط صبعك جوه ما بين التشيكس واسنانه وهتبدا تعمل باي ديجيتال بالبيشن وتقول له اقفل سنانك يا حاج علشان تحسها. تمام زي الفل. بعد كده هنتكلم على ان الباروتيد جلاند لها ريليشن مهمه مع الفيشيال نيرف، وده هيخلينا نروح نشرح الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف ده النيرف السابع زي ما احنا عارفين، جاي من الكرينيال، طالع من الكرينيال كافيتي يعني. فهو هيطلع من كافيتي، من ايه في الكافيتي؟ من فورامين، وبالتالي الفورامين بتاعه اسمه الستايلو ماستويد فورامين. الستايلو ماستويد فورامين ده موجود والنيرف بيطلع منه، بيطلع ما بين ايه؟ ما بين الاكسترنال اوديتري ميتاس والماستويد بروسيس زي ما احنا شايفين كده في الصوره. الكتب بتقول لك ان الماستويد بروسيس بيشاور على النيرف، الماستويد بروسيس بيشاور على النيرف. تمام زي الفل. قال لك بعد ما بيطلع بيديك تو برانش، تمبروفيشيال برانش رايح طالع لفوق وسيرفايكوفيشيال برانش. تمام. والبرانشات دي بتنقسم لبرانشات بعد كده.
طب ايه البرانشات بتاعته؟ عندنا 5 برانشات، تحط صبعك، تحط كف ايدك على وشك كده علشان تجيب ال5 برانشات دي. عندنا التمبورال برانش، الزيجوماتيك برانش، الباكال برانش، المانديبولار برانش، والسيرفايكال برانش. وكل برانش بيغذي ماسلز في الفيشيال ماسلز كلها. تمام زي الفل. بعد كده هيقول لك ان هو موجود فين. هو اصلا ان لما بيطلع بيمشي جوه الباروتيد جلاند، علشان كده اتكلمنا عليه. قال لك موجود لوحده جوه الباروتيد؟ لا، مش موجود لوحده جوه الباروتيد، موجود في حاجه اسمها، عامل حاجه اسمها الباروتيد ساندويتش، هو والاكسترنال كاروتيد ارتري والريترو مانديبولار فين. تمام تمام. كده خلصنا الباروتيد جلاند. هنتكلم على السب مانديبولار جلاند. دلوقتي هنتكلم على السب مانديبولار جلاند، وهنبدأ بالاناتومي بتاعها. السب مانديبولار جلاند او الاناتومي بتاعها بتكون جي شيب ساليفري جلاند. موجوده فين؟ موجوده في الدايجاستريك تراينجل زي ما انا معلم كده. ليها بارتس زيها زي الباروتيد. عندنا سوبرفيشال بارت، وعندنا ديب بارت، وعندنا الدكت بتاعتها. اول حاجه السوبرفيشال بارت موجود فين؟ في السب مانديبولار تراينجل، مش في الدايجاستريك تراينجل، لا هما الاثنين نفس الاسم، يعني السب مانديبولار هو الدايجاستريك تراينجل. موجودة سوبرفيشال للمايلو هايويد ماسل والهايو جلوساس ماسل، مهمة علشان هنتكلم عليها بعد كده، ما بين التو بيلز بتوع الدايجاستريك ماسل. طب الديب بارت موجود في الفلور وفي الماوس، ديب للمايلو هايويد ماسل. التانية كانت يعني السوبرفيشال بارت سوبرفيشال للمايلو هايويد، الديب بارت ديب للمايلو هايويد. اذا المايلو هايويد ما بين التو بارتس بتوع السب مانديبولار جلاند. جميل جميل. طب السب مانديبولار داكت او الوارتون داكت، الوارتون داكت 5 سم زيها زي الاستنسون داكت، طالعه من الانتيريور اند زيها زي الاستنسون، طالعه من الانتيريور، ولكن الاستنسون طالعه من الانتيريور ايه سوبرفيشال، دي طالعه من الانتيريور ولكن الديب، طالعه من الانتيريور ولكن الديب برضه. بتدخل الفرور اوف الماوس وتبدا تكون موجوده باي سايد الفرينم، على جانبي الفرينم، عامله نظام بابيلا كده على جانبي الفرينم. تمام زي الفل. ايه الريليشن المهمه للسب مانديبولار جلاند؟ عندنا اهم ريليشن اللينجوال نيرف. ليه؟ لان اللينجوال نيرف اتاتشد للابر بول بتاع الجلاند، ماسك في الجزء الابر بتاع الجلاند. تمام زي الفل. عندنا برضو الهايبوجلوسال نيرف، ده ديب للجلاند تحت اهوت موجود، ده كده الهايبوجلوسس نيرف، وده كده زي ما احنا قلنا الايه اللينجوال نيرف داخل جوه الجلاند. وبرضو عندنا الفيشيال ارتري، ولكن ده برضو مش مهم قوي يعني. تمام كده خلصنا السب مانديبولار جلاند، وهنبدأ في السب لينجوال جلاند. السب لينجوال اناتومي، قلنا السب لينجوال دي من الميجور ساليفري جلاند، موجودة على each side في الانتيريور اسبكت اوف الفلور اوف ذا ماوس، ان ريليشن للميوكوزا بتاعة المايلو هايويد ماسل والبادي بتاع المانديبل. نير للكلام مش مهم، الريليشنز بتاعتها مش مهمة قوي. الدرين بتاعها يا اما الدرين دايركت كده في الميوكوزا بتاعة الفلور بتاعة الماوس، او يكون ليها دكت اسمها البارسولين دكت، او ممكن تدرين في من 8 ل 20 اكزيكريتوري دكتس، والمجموعه ديت سميناهم الدكتس اوف ريفينس، دكتس اوف ريفينس زي ما هو واضح. قال لك ان السبلينجوال جلاند ممكن تعمل لنا حاجه اسمها رينيولا، دي كومون ارايز من السبلينجوال جلاند ان هي تعمل لنا الرينيولا. تمام زي الفل. دلوقتي هنتكلم على الامراض اللي ممكن تصيب السب او الساليفري جلاند. هنتكلم على الكالكولاس، الحصوات اللي ممكن تحصل، والسيالا دينايتس او الانفلاميشن اللي ممكن تحصل في الساليفري جلاند. اولا 80% من الكالكولاس او من الحصوات بتكون في السب مانديبولا، و80% منها بتكون راديو اوبيك. ليه راديو اوبيك؟ لان هي بتتكون من كالسيوم فوسفيت او كالسيوم كربونات، من كالسيوم فوسفيت او كالسيوم كربونات، والكالسيوم بيكون راديو اوبيك، والكالسيوم بيكون راديو اوبيك. الكالكويولاي دي او الكالكولاس دي او الحصوه بتكون ليه كومون في السب مانديبولار جلاند؟ ليه هي بالذات؟ علشان 5 اسباب مهمه. اول حاجه ان هي الافرازات بتاعتها بتكون فيسكس، تاني حاجه بيكون فيها كالسيوم كونتنت،
تالت حاجه بتكون نون ديبندنت درينج. يعني ايه نون ديبندنت درينج؟ يعني الدرين بتاعها بيكون عكس الجاذبيه مش مع الجاذبيه، لان هي موجوده تحت وبتطلع الافرازات بتاعها في الفلور بتاع الماوس. والاستازيس اللي بيحصل، وان هي بتعمل هوك اصلا مع السب مانديبولار نيرف زي ما قلنا ان هو بيكون موجود جواها، وبيعمل الضغط بتاعتها بتعمل هوك لمين؟ للسب مانديبولار، للسب مانديبولار اللي بتعمل هوكينج للنيرف، للسب مانديبولار نيرف.